السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ نسمي الله كده ونبدأ يوم جديد مع بعض. نبدأ نعمل الغدا كده ان شاء الله. النهاردة هعمل سمك بالفريك. عملت الثوم بتاعته والبتاع ده والفلفل، وحطيت عليه كمون وكزبرة ناشفة وشوية خل وبتاع ده وملح وكمون طبعا. وكنت غاسلة السمك ده، وكان عندي في الفريزر بصراحة من رمضان، ومش عارفة اسمه ايه عشان ما اكذبش عليكم، بس طعمه حلو قوي يعني. كنت غسلاه كويس ومتشال في الفريزر. لما طلع برضه عطيته شطفة كده كويسة وعملته. هعمل الصلصة بتاعت الفريك اللي هحط فيها الفريك. هعملها بالبصل، واحط برضه الثوم بتاع اللي انا عاملة بيه السمك. بس ايه، ياخد البصلة تاخد لون كده مع معلقتين زيت كبار، تاخد لون بس كده. وحطيت لها برضه ربع معلقة ملح. وهنزل اهو بالبصلة سوري بالثومة. وكنت عاملة نص خلاط كده بتاع ده طماطم، هنزل بيه وهسبكه. انا مش هعمل ياما، انا هعمل بس السمك ده على نص كيس بتاع ده فريك. كان طعمه حلو قوي. الوصفة دي بتبقى حامية، احنا بنحبه ناكلوها حامية، حاطة فيها شطة ياما قوي. وهنا برضه حطيت على التسبيكة بتاعتها، الصلصة بتاعتها برضه حطيت معلقة كزبرة، وحطيت الكمون، وحطيت مرق الدجاج. وكنت نقع برضه البتاع ده الفريك. كده كده هياخد سواه في الصلصة. اعمل السمك بس كده بالدقيق. عقبال ما كانت انا ابتديت باول حاجة الصلصة عشان هي تاخد وقت شوية. وهقلي السمك على طول كده كده. لو عوزت اسخنه تاني، حتى لو قعد شوية عن الغدا، يعني اتأخر شوية عن الغدا اتأخر شوية، يعني ما تاكلناش على طول. كده كده عادي ممكن اسخنه. بس ابتدي كده اقلي السمك، وكانت بتاع ده الصلصة بتتسبك. هنا بقى كانت اتسبكت، وهنزل عليها بالفريك. بيبقى طعمه حلو قوي، وفعلا كان طعمه جميل قوي. يعني هي الاكلة دي كانت بحط فيها فلفل ياما، وحاطه فيها شطة. احط بس شوية مية عشان تسوي الفريك شوية، واغطي عليها واغطيها بقى. ولما تتسبك اروح نازلة عليها بالبتاع ده بالسمك، واوطي عليها، اخلي السمك ياخد من طعم الصلصة. انا بحب اعمل كده لما يكون السمك كبير. بخاف بصراحة ان هو يكون ني في القلي. انا ما بعرفش شكله الكبير كده في القلي. لا، يعمل له صلصة اغليها فيها كده، اديله غلوتين فيها تكمل سوا فيها. يعملوا كده بالفريك. بس بالفريك طبعا بيبقى طعمه حكاية. هنا كان خلاص استوى. احط بس كده عليه نقطة زيت على الوش كده، واحطه في الفرن شوية. وفي الاخر حطيته على بتاع ده على الشواية بس دقيقتين بس. وهغطيه عشان الوش الفريك نشف، فاغطيه يعمل شوية، يطرى شوية الوش، يطرى شوية. بس هنا كده بقى جه ايه ميعاد الاكل بقى. كان هو لسه سخن اهو. حتى اغرب بقى اطلع ايه. كنت انا ساعتها انا هاكل انا وادم، يعني ما عنديش حد هياكل سمك غيري انا وهو. يعني الصينية دي هتكفي اكل النهاردة وبكرة ان شاء الله. وهم عايزين ياكلوا البطاطس بتاعت امبارح اللي هي بالصدق. بس هنا كده كنا خلصنا غدا بقى، وقعدنا شوية وكده. ما بغسلش المواعين يعني على طول. قلت ايه اشطب المطبخ برضو معاكم. بس ابتديت كده بقى كده في المواعين، وقلت طالما ايه المواعين ما تباتش، طب اصور اكمل اليوم معاكم واشارك يومي معاكم. انا بحب اشارك يومي معاكم. مش هفكركم يا حبايبي باللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم. هشطب كده المطبخ. مش هفكركم حبايبي باللايك والاشتراك في القناة والكومنت حلو منكم كده. عايزة لايكات كتير على الفيديو.
بس ابتديت كده بالكوبايات كده الاول واشيلها، وكنت قبل الغدا كنت برضو مشطبه، وحتى المواعين اللي كانت في الصفايه هناك كنت عاملاها وغاسله الصفايه وسايباها تنشف ومنشفه يعني الرخامه كلها. بس فهم دول بس اللي اتبقوا من بعد الغدا يعني، ما كانوش ياما يعني، مطرح بس ما سخنت الاكل الرز كان عندي شويه رز وشويه بطاطس من امبارح، عشان انا عارفه ان انا لو هعمل السمك مش هيرضوا ياكلوه، ملهمش قوي في الاكل السمك. فبس فقلت كويس يعني، وحتى صينيه السمك دي هتكفيني ان شاء الله النهارده وبكره. بس واشطب كده المطبخ وايه وخلاص كده، يبقى شاركت اليوم كله معاكم. وبرضو البوتاجاز برضو كنت غسلاه برضو بعد الاكل، بس يعني في حاجات بسيطه مطرح ما انا قليت السمك، مع اني لما بقلي السمك انا بغطيه، بس غصب عني برضو بيبقى فيه بيجي نقط زيت كده برضو على البوتاجاز، عملته برضو غسلته دعكته كده برضو. قلت اغسله يعني ايه بالمره، يبقى المطبخ كله ايه مفهوش اي حاجه خالص كده. وكان في رد برضو مكان بتاع ده، لما كنت بسخن عيش، انا في البخاخه دي بحط شويه، بجيب كيس كلوركس الوان وبتاع ده، بحط عليها شويه بتاع ده بريل، وبتطلع يعني بتنضف لي الحوض، وبتنضف لي البوتاجاز حوالين البوتاجاز برضو، بتنضفهم لي بصراحه. وبحب اجيب كيس كلوركس الوان عشان برضو لما يجي على الهدوم وانا بغسل المواعين او بغسل البوتاجاز او اي حاجه ما يبوظليش الهدوم، حتى بغسل بيه الحوض بيخليه بيلمع فله كده. حتى كان خلص وجبت جبت كيس يعني، واللي انا اعمله يعني ان شاء الله. بس كده كده يومي يكون خلص معاكم. احب اشكركم على الكومنتات الجميله بتاعتكم، اقول لكم تصبحوا